في النظر ديالي تيبقى المسبب الرئيسي للطلاق هو ان بنادم ما فهمش الزواج وعنده واحد التوقعات اللي غير واقعيه على الزواج. مثلا قرا عمره كامل وخدم ودمر ودار الدار ودار الطوموبيل ولا مؤهل انه يتزوج، وملي كيجي حتى للزواج تلقى قميجه يبغي يشريها، خصو يقيسها ويشوف من هنا ويشوف من هنا ويقلب عليها واش من تيب وشنو شحال فيها هذا الكونطون وشحال فيها ديال هذه وشحال فيها ديال هذه. كيجي حتى للزواج يلاه تيريح تيقيم تيقول صافي دابا اش خصني مرا تجلس لي في الدار اللي نجي نلقاها انايا كدير لي كسكروط لعيبات في سيمانه ولا في 3 ايام تيتزوج. بنادم تيتسرع وبنادم ما تياخذش هذيك الانسانه اللي تصلح ليه. كتلقى بزاف الناس واحد مصاحب مجرجر بوحده ب7 سنين في الاخر تيتفارق معاها كيقول لك ما تصلحش ديال الزواج، وكيمشي كيتزوج وحده تلقى بها البارح. راه بيان سور هادشي حتى الا ما لجاش حتى الا ما سببش لك الطلاق. كتلقى بنادم، انا اللي تنشوف مثلا في المغرب بنادم تيدوي على الزواج بطريقه نيجاتيف. الناس اللي تزوج واحد يلاه تزوج باه تيقول لك خويا ما دير الزواج. تنظن ماشي المشكل في الزواج بحد ذاته، المشكل فينا حنايا. المشكل فينا حنا ما كنتزوجوش عن حب ولا ما كنتزوجوش عن اقتناع نيت بداك الانسان، حيت ما تنجلسوش معاه ما تندويوش معاه. الزواج راه ما فيهش غا الفراش ولا الطياب وداك الشيء، راه فيه خصو مفاهمه، خصو بزاف د الحوايج. مثلا تلاحظ واحد اللعيبه، مثلا كنشوف بزاف د الرجال مثلا كيخدم نهار كامل كيخرج مع 4 ولا 6، كيمشي ديريكتومون للقهوه، كيبقى في القهوه تمايا حتى كتسد القهوه، تيخرج يمشي للدار شي ناس. هذه تيبقى تلقى غادي بها السيمانه كامله. دونك هذا بيان سور ما لقاش داك الجو اللي ملائم في الدار، ولا انه فهمتي ما تيتفاهمش مع مرته في الدار، ولا فهمتي ما مخلوقش ليه واحد لونفيرونمون اللي زوين في الدار اللي غيخليه من الخدمه يجي تيسري يبغي يجلس في الدار باش يرتاح. في الضفه الغربيه الدريات حتى هما كتلقى مثلا عندها شي 22 21 اللي ما عجبهاش الراجل، كتقول ليه لا حكا خصني نكمل قرايتي وكذا وخطبني البيلوط وما بغيتش وداك الشيء. كتوصل واحد 25 عام كتولي كتقول لك اللي جاب بسم الله، كتولي امرابط. وهذا الشيء كتلقى عليها واحد الضغط ديال المجتمع والضغط ديال الاسره ديالها ناري. صافي درتي 25 عام خصك خصك تزوجي خصك كذا. كتبقى تسمع داك الشيء واخا هي تقدر تكون ما مقتنعاش بها، ولكن كتبقى تسمعها يوميا والله يزوجك وهادي يوميا. وهذا الشيء تيخليها مثلا تولي كتختار، كتولي كتقول لك صافي اللي اي واحد صافي هذا جا مرحبا. ولا كتخلي حتى ملي كيجي داك الجوجمون ديالو مثلا كيخليها تتجاهل واحد الريد فلاكس اللي مثلا ما تعجبهاش في الراجل وداك الشيء، وحتى كتزوج وداك الشيء عاد كتولي في الغلط. وكتولي تقدر هذا الشيء اللي غدير المزيان مع راسها ومع داك الانسان الا طلب الطلاق. اما راه كاينين بزاف د الناس اخرين غتبقى تنكد عليه حياته، هو راه المشكل ما فيه المشكل في الاختيار ديالها، هي ندمانه.